أهمية العلاقات في حياة الإنسان، وأهمية إنه يبقى عنده حد بيقبله زي ما هو كده، بعصبيته، بعيوبه، بمميزاته، بالحاجات الحلوة اللي بيعملها وبالأخطاء اللي بيقع فيها. الحقيقة ان الانسان بيختلف عن الحيوان في حاجة مهمة جدا، ان مجرد الانسان ما بيتولد معاه شبكة عملاقة من العلاقات. فمجرد ما انا بتولد فانا بوجد كإنسان موجود في الدنيا دي، ليا عم وخال وأب وأم وأخ وأخت وخالة وعمة، وشبكة كبيرة من العلاقات اللي بتتولد مجرد ما أنا بنزل للدنيا بدون ما أبذل أي مجهود في إنشاء العلاقات دي. واللي بيفرق برضو الإنسان عن الحيوان إن حتى مع الوفاة بيفضل الشخص موجود في اللاوعي بتاعي، بفضل فاكر إن كان ليا عم فلان ودلوقتي ما بقاش موجود. ولغاية ما بنكبر إحنا كمان وبنكون أسرة جديدة وبنكون علاقات جديدة، أو إن أنا أخش مع عائلة زوجتي فببدأ ان انا اتفاعل مع العيلة التانية، وهكذا بتتكون شبكة عملاقة من العلاقات. كل العلاقات اللي انا مريت بيها قبل كده بتكون لي خبرة بقدر اتعامل بيها مع الناس اللي قدامي. ساعات الخبرات اللي فاتت بتكون مؤذية للعلاقات اللي موجودة دلوقتي، فناخد بالنا ان مش كل رمز سلطة هو نفس المدير بتاعك اللي كان منغص عليك عيشتك. البنت اللي انت مرتبط بيها دلوقتي مش هي نفس البنت اللي فاتت. الولد اللي انت مخطوبة ليه دلوقتي مش هو نفس الولد اللي جرح قلبك قبل كده. عايزين ناخد بالنا ان كل بني ادم ليه شخصيته وليه الحق ان احنا نعامله على اساسها، مش مجرد ان احنا بنعامله بخبراتنا اللي احنا اتعلمناها من علاقات فاتت.